بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس اللي بالفراخ التحفة دي. هنعملها في الفرن، خطيرة جميلة جدا، تنفع قوي للعزومات. شكلها جميل كده ويشرف، وكمان جميلة وريحتها هتقلب الدنيا، حاجة كده جميلة قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صينية البطاطس القمر دي هنعملها مع بعض بكل سهولة، مكونات موجودة في كل بيت، مش محتاجة افتكاسات بقى وحاجات كده، لا يلا اديها بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معايا دلوقتي طبعا بطاطس مقطعاها زي ما انتم شايفين كده، ما تكونش رقيقه، تكون حلوه وسط كده عشان ما تتهريش والفراخ تبقى نيه. تمام، لان احنا هنسوي كله مع بعضيه. معايا طبعا طماطم برضو عاملاها كده شرايح رقيقه شويه، ومعايا بصلايتين حلوين كده مقطعاهم مع قرن فلفل حامي، والقرن الفلفل ده اختياري، لو مش محتاجه حامي حطي بارد. معايا حبه شبت وكزبره وبقدونس، ومعايا 5 فصوص من الثوم مقطعاهم برضو صغير مع الشبت. معايا كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا وملح. كل الجمال ده كله. معايا حبه زيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا طبعا الفرخه بتاعتي غسلاها ومنضفاها ومصفياها ومفتحاها، طبعا زي ما انتم شايفين، مفتحه الورك ومفتحه الصدر زي ما انتم شايفين كده، عشان تشرب من التتبيله بتاعت صينيه البطاطس بتاعتي وتبقى جميله. تمام، تعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا هنجيب الصينيه بتاعتي، وهنزل طبعا كده، طبعا البطاطس غسلاها ومصفياها طبعا. تمام، هنزل بالبطاطس زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالبصله، بصليتين حلوين كده كبار، وقرن فلفل حامي، وده اختياري، لو مش حابه حامي حطي قرن بارد مش مشكله خالص، حطي فلفل الوان عادي. وضفت الطماطم برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والشبت والكزبره والبقدونس مع بعض، ومعاهم 5 فصوص من الثوم او 3 مقطعاهم صغير. تمام، ومعايا الكمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وملح. تمام، كل الكلام ده كله بقى افركه بايديا بقى كده، واقلبه كويس قوي في بعضيه. زي ما انتوا شايفين، اسرع اكله هتعمليها مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعه بالظبط. هي 5 دقايق وهتقعد في الفرن نص ساعه. احلى صينيه بطاطس هتعمليها وريحتها هتقلب الدنيا، وسهله جدا وسريعه. يعني لو انت مستعجله هاتي بسرعه الفرخه قطعيها، وروحي مقطعه الخضار كله، ضيفي كله كده مع بعض زي ما انت شايفه. هتطلع معاكي اكله جميله قوي، مش هتحتاجي اكتر من حبه رز جنبيها او مكرونه وطبق سلطه، وهتبقى اكله متكامله وجميله قوي، وتنفع قوي في العزومات كمان. يعني لو مستعجله وجالك ضيوف، اسرع اكله هتعمليها. طبعا هنا جبت بوله، وهنقص بقى البطاطس مع البصل مع الشبت مع كل الجمال ده. هاخد نصه بس، هحطه في بوله كده، وهوزع النص التاني تحت. يعني انا كده خدت نص في بوله. ليه بقى؟ عشان هحط بقى الفراخ، وهحط الباقي الكميه فوقيها. تمام كده. هنا طبعا الفراخ انا غسلاها ومصفياها ومقطعاها مفتحاها زي ما انتم شايفين. هحط بقى الفرخه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى بباقي طبعا ده جناح انا مش عارفه ايه حكايته، وانا لقيته مع الفرخه ما اعرفش جاي منين. ما علينا. المهم، دلوقتي هنزل باقي البطاطس بتاعتي، الخلطه الجميله اللي انا عملتها معاكم. طبعا القرن الفلفل الحامي بيفرق جدا معاها. لو مش حابه تقدري تحطي فلفل الوان، مفيش اي مشاكل، لكن هو بصراحه بيفرق قوي في طعمها. كل ما صينيه البطاطس كانت حاميه كل ما كانت خطيره قوي. دلوقتي انا هسوي بقى كل حاجه كده، وهنزل اي حاجه في البوله، خساره ان انا نسيب اي حاجه فيها. واخر حاجه هعمل ايه؟ هضيف بس حبه زيت على الجمال ده زي ما انتم شايفين كده. هحط حبه زيت حلوين كده، مش هحط ميه ولا اي حاجه، كده كده الفرخه هتنزل سوائلها، والبصل والطماطم هينزل السوائل بتاعته، وهي هتسويها مع بعضيها، مش هنحط اي سوائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هدخلها بقى الفرن، احطها على البلاطه زي ما انت شايفه، هولع الشوايه، هولع من تحت ومن فوق على نار عاليه. تمام كده. هي هتاخد حوالي نص ساعه، نص ساعه وخمسة ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. تمام. وهنا بقى طبعا قبل ما هي تستوي هكون انا حمرت حبه مكرونه، لو حابه تعملي رز براحتك. بس انا بقول لك انا عملت، كان غدانا ايه في اليوم ده. حمرت حبه مكرونه، وطبعا عملت طبق سلطه، وما كانش اكتر من كده. كانت اكله سريعه، ما خدتش في ايدي اكتر والله من ساعه بالظبط، من ساعه ما جبت الفرخه لحد ما حطينا هناكل بالظبط ساعه. تمام، اسرع غدا هتعملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا حمر المكرونه بتاعتي، اديها اللون الذهبي بتاعي الجميل. وكان عندي شوربه، تقدري تعملي المكرونه بميه مش هتفرق برضو، بس انا كان عندي شوربه فانا استعملت الشوربه بتاعتي. الشوربه كان لازم تكون غاليه، او لو انت هتستعملي ميه لازم تكون غاليه. تمام. هنا هي اتحمرت، خدت اللون الذهبي الجميل. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي اللي هي سخنه، لازم تكون سخنه عشان المكرونه ما تعجنش معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هنا المكرونه بتاعتي خلاص تقريبا، انا هوطي عليها بقى النار واسيبها. ودي البطاطس بتاعتي خلاص، انا دلوقتي رفعتها على الشبكه عشان تاخد اللون. وهنا طبعا ده شكلها بعد ما طبعا خدت اللون الجميل.
اتاكدي ان هي استوت ازاي. حطي المعلقه بتاعتك في البطاطس، اتاكدي ان البطاطس استوت. البطاطس استوت اعرفي ان الفرخه استوت من غير ما تقلبيها. كده كده هي استوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبك، ويكون الفيديو استفدتي منه ولو 1%. اترككم في رعايه الله وامنه حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.